خطأ في تسليح السلم موجود في أغلب شغل الأهالي. الخطأ ده هو إن حديد طرف رباط السلم بيتحط على ارتفاع من 7 ل 10 سنتي، سواء كان دي أشاير طرف رباط طالعة من السقف أو طالعة من صدفة السلم. والسبب في المشكلة دي إن النجار بعد ما بيخلص نجارة السلم أو نجارة السقف بيحط لوح داير 10 سنتي في النهاية، وبيجي بعد كده الحداد يشتغل على اللوح ده ويحط طرف رباط السلم فوق اللوح ال10 سنتي ده. وده طبعا غلط وبيتسبب في مشكلتين بتظهر معانا بعد كده. المشكلة الأولى إن الحداد لما بيجي يشتغل في حدادة السلم بيضطر يكسح كل حديد طرف رباط السلم بالشكل اللي انت شايفه ده، بحيث إن هو يقرب حديد طرف رباط السلم من خشب تطبيق قلبة السلم. وطبعا تكسيح الحديد بالطريقة دي غلط وبيضعف الحديد. المشكلة التانية ان بيظهر معانا كفر خرسانة او غطا خرساني كبير تحت حديد السلم في اول السلم بيوصل ل7 و10 سنتي. وطبعا الصح ان كفر الخرسانة تحت حديد التسليح بيكون من 2 ل3 سنتي، والصح ان حديد طرف رباط السلم يتحط على ارتفاع من 2 ل3 سنتي بحد اقصى 5 سنتي. وخلي بالك ان الافضل في تسليح السلالم انها تكون رقتين حديد، وبالتالي هنحتاج ان احنا نطلع 2 طرف رباط للسلم، طرف رباط سفلي للرقة السفلية وطرف رباط علوي للرقة العلوية.